فيديو النهارده كان فيه عن موضوع مهم جدا، وهو اللاعب مايكل اوليسي ونادي مانشستر يونايتد ونادي بايرن ميونخ وطبعا نادي تشيلسي. خلاص اللاعب خلاص انضم طبعا الى نادي بايرن ميونخ، تمت رسميا. طبعا رابط حساباتي في اسفل وصف الفيديو، بنزل اخبار كوره اول باول اللي حابب يتابعني. تفاصيل الصفقة: طبعا اللاعب مايكل أوليسي يوم لما انضم إلى نادي كريستيان بالاس كان يوم 8/7/2021، وده كان قيمة الصفقة كانت عاملة 4 مليون ونص. ومن المقرر إن عقد اللعيب هينتهي مع نادي كريستيان بالاس يوم 30/6/2027. طبعا تشيلسي فعلا كان بيرغب في ضم اللعيب، هو النادي الوحيد اللي كان بيرغب في ضم اللعيب أكتر من أي نادي تاني، أكتر من بايرن ميونخ، أكتر من مانشستر يونايتد، لان نادي تشيلسي في الميركاتو الصيف اللي فات كان بيرغب في ضم لعيبه، وخلاص كان على بعد خطوات بسيطه من اتمام الصفقه. وتحديدا كان يوم 15/8/2023 نادي تشيلسي كان خلاص على بعد خطوات بسيطه من ان هو يتمم في الصفقه، لكن طبعا الصفقه فشلت. طبعا نادي تشيلسي اتدخل برضه في الميركاتو الصيفي الحالي، وقرر طبعا ان هو يضم اللعيب باي طريقه ممكنه. نادي تشيلسي حاول مره واثنين وثلاثه ان هو طبعا يضم اللعيب، لكن نادي تشيلسي سحب تماما المفاوضات مره واحده، بسبب طبعا ان اللعيب بنسبه كبيره مش هيوافق طبعا انضمامه الى نادي تشيلسي. وده طبعا اللي وضحه طبعا الصحفي ديفيد اونستين. وطبعا اللعيب هو رغبته الاولى والاخيره اصلا قبل المفاوضات دي كلها ان هو ينضم الى نادي بايرن ميونخ. طبعا اللعيب يوم لما انضم خلاص ان هو ينضم لنادي بايرن ميونخ، فعلا المدرب فينسنت كومباني هيكون معجب جدا جدا باللعب، وفينسنت كومباني كمان وافق بنسبه 100%. طبعا قيمه الصفقه هتكون عامله 50 مليون جنيه استرليني. بخصوص بقى نادي مانشستر يونايتد فعلا كان بيرغب في ضم اللعيب، بس كان بيرغب في ضم اللعيب في الميركاتو الصيفي الحالي مش في الميركاتو الصيفي اللي فات. النادي الوحيد اللي دخل في المفاوضات بشكل جدية هو نادي تشيلسي. نادي تشيلسي كان بيرغب في ضم اللعيب في الميركاتو الصيفي اللي فات وفي الميركاتو الصيفي الحالي، لكن طبعا فشل مرتين. لكن نادي خلاص بايرن ميونخ خلص في الصفقة أول بأول. كان في اتفاق ما بين نادي بايرن ميونخ واللعيب مايكل أوليسي، اتفاق تام. وطبعا كان بس اتبقى التفاصيل النهائية مع نادي كريستيان بالاس، ما بين نادي بايرن ميونخ وبين نادي كريستيان بالاس. كان خلاص المحادثات خلاص كملت، وفعلا اللاعب هينضم الى نادي بايرن ميونخ. طبعا الفحوصات الطبيه طبعا هتكون في الايام اللي جايه، وهيكون طبعا في مقر النادي. ده طبعا فيديو النهارده.